اسمح لي بعد اذنك امشي عكس التيار كالعاده، يعني زي ما انت متعود مني دايما واتكلم عن حاجه اعتقد مفيش حد هيتكلم عليها. شبه فينيسيوس جونيور سيوحه عيوطه، قول زي ما انت عايز. خلينا ناخد لك الموضوع كده من الاول خالص. قبل المباراه اكتشفنا كلنا ان فينيسيوس جونيور هو قائد المباراه لمباراه النهارده لاول مره في مسيرته مع ريال مدريد. طبعا كل الناس قعدت تهزر وتضحك وتتريق، ازاي عيوطه يبقى معاه شرط الكابتن. احب اقول لك اسف والله، بس عكس كل اللي انت متوقعه ان فينيسيوس جونيور عمل عكسه تماما وباثباتات. ما بيخرجش بره المباراه تماما مهما حصل ومهما حصل صفيرات استيجاء عليه وعلى باقي زمايله. تقول لي عادي يا ممكن الجمهور ما حدش كلمه او ما حدش وجه له حاجه. عايز اقول لك ان منظر جماهير ريال سوسيداد قبل الماتش وجوه الملعب، انا لو عليا والله احط لك الصور، بس تقريبا الفيديو ممكن يتشال من كتر اللي هم عملوه بره الملعب وجوه الملعب. احب اقول لك ان جماهير ريال سوسيداد النهارده قالوا حاجات على راؤول اسينسيو جوه الملعب، انا برضو مش هعرف اقولها عشان الفيديو يتمسح. فينيسيوس جونيور بكل هدوء، وانت مش فاهم اللي عمله فينيسيوس جونيور النهارده واهميته، ان هو راح للحكم وقال له اتطبق البروتوكول بانذار الجمهور. لو كانوا استمروا في اللي هم بيعملوه كان الماتش هيتلغي خالص. وانت مش فاهم ومش مقدر اللي عمله فينيسيوس جونيور النهارده بشرط الكابتن ان هو اساسا، ودي حاجه هو بيحبها يعني جدا، ما كانش بيحل الحكم كان بيعدي من قدامه هنا كنت ما بطلش كلام مع الحكم، ما بطلش يقول له على كل تفصيله صغيره قبل الكبير، هو اساسا زناني. لكن كل ده بدون اي غلط وبدون ما يخرج بره الماتش خالص. انا يكفيني اقول لك ان فينيسيوس جونيور النهارده ما خدش انذار، دي حاجه غريبه اساسا. من وجهه نظري فينيسيوس جونيور ادار المباراه بطريقه عالميه من وسط جمهور زي ده في وسط ملعبه.